بكم معايا على قناتي جميلة بريستيج. موديل جديد من موديلاتي او درس جديد، ما عرفتش واش ديجا مخدوم او لا. صراحه انا كنت غير بديت كنخدم وهي طاح لي هاد الفكره، علاش قلت علاش لا ما نديروش هكا، نخدمو ديريكتومون العقيق مع الدرس. وها هو جا خفيف وزوين، نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وقلت علاش لا ما نخدموش معكم. دائما كنحتاج انا الكروشي رقم 12 والحرير مبروم على 4 ديال الشعرات، الحرير ديال الجرابه ديال الرباط اللي كيسولوني الاخوات. قبل ما نبدا معكم الدرس ديال هاد الدريس اللي بالعقيق، بغيت نشير لواحد الاخت اللي دائما هي متابعه عندي متابعه صراحه في القناه، ومتابعه عندي في الفيس، وما شاء الله عليها. وكما قلت لكم المره اللي فاتت، كاينين الناس اللي كيكونوا من عشاق الكروشي او مجانين الكروشي. فهاد الاخت اي حاجه حطيتها على القناه ما شاء الله كتخدمها وكتصيفط ليا. كانت صيفطت لي الخدمه ديال ديك الوريده الصغيره اللي خدمته والجزائفيلي، فتبارك الله عليها وما شاء الله. فعلا يعني الله مصيفطها ليا كما كتشوفوا 17 ساعه دابا. بغيت غير نشكرها ونقول لها ما شاء الله عليك، وفعلا تابعي وواصلي. بحال هكا الانسان كيبدا بشويه حتى كيلقى نفسه، هو كيلقى شي موديل كيخدمو راسو، كيشوف غير الشيمه ديالو وكيخدمها راسو. وهي فعلا هذاك الشيء اللي قالت لي، يعني ما نقلتش مني من يعني تقدر تكون خدات غير البدايه فقط، ولكن الخدمه نقلتها فعلا من الشيمه، يعني من الباترون اللي انا حطيت لكم البنات في الفيس. نتمنى الاخوات كلكم يعني تكونوا بحال هكا، وتطوروا نفسكم، وما تبقاوش غير في ديك الدائره المحصوره دائما ديال الجوزه العاديه، وديال اي حاجه خدمتها شي اخت صافي خصنا ننقلوا منها ونخدموا ولا نبتكروا ونديروا الجديد في الفن في الكروشي او في عالم الكروشي، لانه فعلا في واحد العالم اللي كبير ومعطاء. نبدا معكم الدرس ديالي اليوم. هانتوما انا درت لوغلي ديالي المونش ديال القفطان، هذا الكمام عفوا. كما قلت لكم الخيط مبروم على 4 وكروشي رقم 12. اول حاجه عقده البدايه، انا ما غاديش نقول لكم عقده البدايه هذه اساسيه، لا كل وحده كيفاش كتخدمها. نتمنى يكون التصوير واضح. فوالا هنا غنبدا معكم الحبيك. بزاف الاخوات كانوا يسولوني على الطريقه نعاودها ديال الحبيك، فها هي البنات. هانتوما كنضرب ضربه، فوالا ندير سلسله. كما كنت قلتها في الفيديو الاول، السلسله راه ماشي اساسيه، غير انا كنبغي نخدمها باش كتجيني الخدمه طالعه، وكتجيني بحال كنضرب هذيك الضربه ديال البره اللي كنديرو بالرانده. فوالا هنا البنات كنخشف توب وندير سلسله. فوالا هذا هو الحبيك ديالي، كنتمنى يكون واضح. بالنسبه للاخوات اللي كيقولوا لي كتزربي، راه انا ما كنزربش بالنسبه لي هكا راه انا خدامه ثقيله. عفوا على السلسله كيجي زوين صراحه هذا الحبيك، وحتى الحبيك الاخر يعني حتى هو كيجي صراحه زوين وغنيق. فكنكمل بحال هاد الطريقه هذه. هنا هانتوما. اذا نتمنى يكون وصلكم طريقتي ديال الحبيك. وكما قلت هذه راه ماشي شرط، يعني كاين اللي كيحبك غير هكا صافي وكيخشي بحال هكا عادي، حتى هذه مزيانه. غير انا لا كنبغي ندير هذيك كما كنقولوا الغرزه او السلسله، كنبغي نديرها وتعودت عليها. ويدك علاش ما تعودات صراحه في الكروشي كي قلتها لكم، تعودتي انك ترخفي يدك، راه ديما كتبقاي راخفه. تعودتي انك تزيري، راه واخا تبغي ترخفي ما كتقديش ترخفي. هذه هي طريقتي البنات في الحبيك. نتمنى تكون واضحه لكم بالنسبه للاخوات المبتدئات اللي سالوني. دابا انا غنكمل
الحبيك ديالي. ها هو شوفوا كيجي وحده ضربه حدا ضربه. غنكمل الحبيك ديالي ونرجع نبدا معكم الدرس اللي هو انا بغيت نوريكم دابا. كما كتشوفوا معايا انا وصلت للحبكه الاخيره اللي هي هذه درتها. بغيت نوريكم كيفاش غادي نشد هذه مع هذه. غنشد الحبكه الاخيره مع الحبكه الاولى وكندخلها. فوالا ها هي كنطلع البنات بجوج سلسلات. فوالا في نفس المكان كندير عمود. هذوك السلسلات كيتعتبروا لي بمثابه عمود. دابا غنبدا الخدمه ديالي. انا ديجا كما كتشوفوا ها هو مركبه العقيق ديالي في الخيط ديالي اللي كنخدم به. الطريقه باش كنركب البنات فهي سهله. يعني كنشد الخيط ديال الزمرد، يعني كنشريوه خيط بحال هكا مثلا كنعتبروه هو هذا. كنشد البره كنركب فيها هاد 4 الخيوطه ديالي. كنشد كنخشيها عفوا كنخشيها من مثلا من هذا الخيط الراس الاولاني، وكنبقى غاده حتى كنسالي وكنسل هذاك الخيط ديال السبيب، لان هذا الزمرد كيكون مشدود بخيط ديال السبيب. كنسل منه الخيط ديال السبيب وهنا ركبته عادي. اذا هاد الطريقه باش نركب ديريكتومون الخدمه نيشان فيها العقيق بلا ما نكمل الخدمه عاد نبقى نركب بالبرا وندير جوج خدمات. فهنا دابا ها هي درت جوج اعمده وما درت لا السلسله والو. غنديرها غندير العقيقه ندير اللف. غنقز هادي هاد الغرزه الاولى هادي شفتوها ونمشي للثانيه. فوالا بحال هكا غندير عمود ثاني وسط من هذيك العين. فوالا ونجر عقيقه قرب حدايا العقيق. كما قلت لكم عفوا بلاتي ما خرجت هذه. كما قلت لكم كنخدم بالعقيق اللي يكفيني، يعني باش ما نبقاش كل ساعه نقطع الخيط ونرد. انا كنقز عاوتاني هذه ونجي لهذه. ديما كنقز سلسله ونمشي السلسله اللي المواليه اللي حداها. فوالا عاوتاني عقيقه. هاد العقيق جاني كيكون بعض المرات ملاصق مع بعضياته. كما قلت لكم هذا رقم 2. كنخشيو بالبره رقيقه ما كيتخشش لينا بالبره العاديه. كنقص هذه وكنمشي لهذه هكا كتجي العمليه صراحه نقيه. وانا هذا الموديل خدمت فيه نيت كوزه بالعقيق لي ديريكتومون مع الخيط، يعني ماشي تساليت عاد ركبت لا. كنقز هذه وكنجي لهذه كنظن واضحه. ها هي كنقز هذه وكنجي لهاد العين. فوالا كنبقى غاده بهاد الطريقه هذه حتى كنكمل الدوره كلها. صراحه راه ساهل ما صعيبش يعني. فوالا دقيقه ونقز هذه ونجي لهذه. كنت كنخدم فيه وقلت علاش لا ما نخدموش ونوريه لكم انه ساهل. وفعلا انا خدمت الكم الاول اللي خدمته دغيا، يعني دغيا دورته صراحه. كنقز هذه نتوما كما كتشوفوا. ها نتوما هذه راه فيها جوج اعمده ياك. كنقز هذه اللي حداها هذه اللي حداها هذه وكنمشي لهذه هذه حتى هي على العين. كندير جوج اعمده، ها العمود الاول ها العمود الثاني. اذا نقز عين ونمشي للعين الثالثه. فوالا ندير حقيقه ما ننساهاش. نقز هذه ونمشي لهاد الثالثه. انا وندير عاوتاني ها هو وكنبقى غاده بهاد الطريقه هذه. نتوما كنظن راه واضح باين لكم دابا مزيان. كما كتشوفوا معايا قلت لكم الدرس راه يعني واضح. فوالا ندير كنبقى غاده مستمره بهاد العمليه حتى كنكمل. هانتوما نقض هذه ونجي لهاد العين حتى كنكمل المونش ديالي كله او الكم ديالي كله. ممكن انكم تخليها كفكره غير بحال هكا، يعني غير هاد الصف الاولاني فقط، وممكن تزيدي عليه كما درت انا الصدفه او الحلزون او الدرس المتكي، يعني على حسب كل اخت شنو كتسمي هاد الطريس هذا.
نوريه لكم. فوالا كل اخت شنو كتسميه. انا كندير العقيقه ديالي وكنقز هذا وكنمشي لهادي وكنبقى مستمره حتى كنكمل البنات حتى كنكمل هاد الدوره ديال المونش كلها كما كتشوفوها نتوما. كيجي ان شاء الله انا غنكملها ونوريكم كيفاش خدمت عليها الضرس المتكي او الصدفه من فوق منه. كيف ما كتشوفوا معايا هنا هانتوما انا سديت ما بين هاد العين الاخيره ودخلتها هنا ما بين هاد الاعمده بجوج ودرت غرزه حشو وطلعت بجوج سلسلات وغنعمر في هاد الفراغ هذا. غنعمر شحال؟ غنعمر 5 ديال الاعمده وهاد جوج اذا 6 وهاد جوج سلسلات كنعتبروا بمثابه عمود اذا 6. اذا عندي واحد هو اللي قلنا هاد جوج سلسلات، هاد الثاني، ها الثالث، ها الرابع، ها خمسة، إذن ها 6. هسه غنجي هنا فوق من هاد العقيقة ديريكتومون كاين واحد كاين العين. اذا غنخدم ها هو غندير عمود ما نجبدش يديا هنا، ندير جوج سلسلات اللي كيعتبروا لي بمثابه عمود. اذا ها جوج دائما 6 في هاد الدرس المتكي او الحلزون او الصدفه على حسب كل واحد شنو كيسميه. وماشي شرط اننا نعمرو ب6، فراه كل واحد باش كيعمر شي كيدير غير 4، شي كيدير غير 5. المهم ولا كانت صغيره راه انا مثلا ملي كنبغي نديرها في الملاقيه صغيره راه كندير غير 3 فقط. اذا شحال خدمت 1 2 3 4 5 ها السادس. يعني انا حيت الدرس في الكمام فبغيت نديرو كما قلت شويه كبير. اذا باش تعرفوني شنو كندير هنا انا خدمت فوق من هاد العقيقه. اذا 1 2 3 كنخدم فيها. فوالا 1 2. على فكره هذا هو السر ديال الدرس المتكي كيفاش كيجي طالع وما كيجيش مدكس وحده كما كنقولوا كيجي مدقص. فهذا هو السر ديالو اننا كنخدموا داك العمود او نصف عمود فكيجي باين شويه وطالع. اذا هذا هو السر ديالو كما قلنا. اذا 1 2 3 كنخشي فيها، الثالثه دائما كنخشي فيها فيما جاتني فوق من العقيقه او فوق من الاعمده بجوج. ونورمالمون يعني غادي تجي وحده فوق من العقيقه والاخرى فوق من الاعمده. 2 3 4. كنهبطوا هاد العقيق ما نقطعوهش باش ما يجيناش الخيط البنات مقطع في الكم راه كيجي عيب. نخدموا عادي حتى نساليو عاد نقطعوا الخيط ديالنا عاد نفينيوه بالبره كما كنقولوا دائما. ان شاء الله هاد القفطان غادي نكملوا معكم. غنوريكم حتى الطريقه ديال السده من القدام، يعني كتكون الكوزه والقدام كيكون مسدود. فانا حتى هي غنسدها بالعقيق 1 2 والثالثه ندير فيها كما قلت لكم. ها نتوما وحده كتجي فيها العقيقه وحده كتجي فوق من العقيقه والاخرى كتجي فوق من الاعمده. اذا نجروا الخيط واخا غيمحنكم شويه العقيق ولكن معليش حيت غتبقاو تهبطوه حيت هاد الدرس الثاني اللي فوق منه ما فيهش العقيق فغيمحن شويه فمعليش. 3 ها 4 ها 5 ها 6. فوالا اذا 6 غادي نخدم عاوتاني نحسب 1 2 والثالثه ندير فيها كما قلت لكم. ها هي وحده فوق من الاعمده والاخرى فوق من العقيقه. هكا كيجي الحساب ديما ديالها. نقرب لكم بالنسبه للناس اللي كيقولوا راه ما كيبانش التصوير واضح. ولا ها هو مع العلم ان كاينه واحد الفئه
كبيره ما شاء الله، اللهم زيد وبارك. انهم يعني كيطبقوا كما وريتكم في اول الفيديو، كيوريوني الخدمه، فتبارك الله عليهم. هادو هما اللي كيشجعوني على انني نزيد ونعطي ونقلب في هذا المجال ديال الكروشي على موديلات اللي يكونوا جداد، اللي نتمنوا اننا نخدموهم في هذا الصيف. الناس اللي كيكونوا عشاق كذلك الكروشي كيبغيو دائما الجديد. فكنظن الدرس واضح جدا وباين. انتم راه كنخشي في داك العمود اللي درت هو اللي كنخشي فيه، كنعمر فيه الصدفه ديالي. هاد الدرس المتكي راه واضح عند الاخوات تبارك الله، راه كلشي ولا كيخدموا. خمسة ستة. نتمنى الدرس ديال اليوم يكون فادكم، ونتمنى تكونوا استوعبتوا الدرس اكثر واكثر. نتمنى كذلك ما تبخلوش عليا بلي جام باش يوصل العديد من الناس. واللي ما باقا ما شاركاتش في القناه، نتمنى انها تضغط على الزر ديال الاشتراك اللي مكتوب تحت الفيديو، كيكون مكتوب تحت الفيديو بالاحمر، وكذلك تضغط على الجرس باش دائما يوصلها الجديد. اي فيديو حطيته يوصلها بلا ما تبقى تقلب على الفيديوهات الجداد. اي تعليق مرحبا، لا في القناه ولا في الفيس كروشي بريستيج. وكذلك انا خليت لكم رقم الواتساب لتحت، فاللي لتحت في صندوق الوصف، فاللي بغات تواصل معايا مرحبا. مع العلم ان الاخوات كيتواصلوا معايا في الماسنجر، وانا كنحث انني نجاوبهم كلهم. فنتمنى انني نكون يعني فت ولو نسبة قليلة من الناس، من الاخوات. وتبارك الله على الجميع. شكرا لانكم كتدعموني اكثر واكثر وكتشجعوني. وكنعاود نشكر الاخت اللي دائما كتطبق الموديلات ديالي وكتصيفطهم ليا في الماسنجر. فشكرا، يمكن لانها فعلا كتشجعني اكثر واكثر انني نبحث على الجديد كما قلت. ونتمنى انه يكون فادكم هذا الدرس. وهذه اخر صدفه غنخدم معكم، فها هو الدرس ديالنا. انا غنحاول نكمل غيجي كله بحال هكا. نتمنى انه يكون الاعجاب ديالكم. وشكرا. هذا الخيط هذا كما راكم عارفين كلكم كندخلوه في البرا ونغطيوه هنا، يطرق هنا ما يبقاش باين باش ما يجيش عيب، لان الفينيسيو هو اهم شيء في البياسه. شكرا جزيلا، وكانت معكم جميله على قناتي جميله بريستيج.